السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. استاذ حضرتك، معلش هطول شويه. لا لا الموضوع ده من تطيل، لا سنة. تطيل يا حبيبي. لا، كنت حضرتك شاري من ثلاث لا عربيه من تطيل، واحد. اسمع الكلام، لا تطيل. على قد ما اقدر، حاضر. اتفضل. كنت شاري العربيه من واحد من 3 سنين، وكان لسه سنه تحت ال 21. كانت عربيه بولايه والده الرخصه. جيت انقل ملكيه العربيه ليا اليومين دول، قال لي شهر العقاري، قال لي لازم هو تم ال 21 سنه، بقت العربيه دلوقتي رسمي بتاعته هو تاني، لازم هو اللي يجي يعمل لك العقد تاني، يعمل لي توكيل. فالمهم اتواصلت مع اللي كنت شاري منه وكده، وهو عشان شغله يومي، ولو هياخد له يومين عشان يعمل لي الورق ده، فعشان يعمل لي الورق لازم ياخد اجازه من شغله، وهياخد خصم كبير. فهل ان انا اعوضه عن المبلغ المادي اللي هيتخصم منه ده جائز، ولا لسه تحت بند لا الرشوه؟ جائز، لا رشوة ايه؟ وحتى لو هو طلب مبلغ معين؟ ما فيش مشكلة، ولكن أنا بس هتعطل يومين، عايز ل 2000 جنيه بس، ما فيش مشكلة. لو استطعت ايه؟ إذا طلب مالا للعطلة لا بأس، تمام، حتى لو زود؟ حتى لو زود، تمام، جزاك الله خير يا مولانا. كل شيء في شكراً. حدود يعني يا حبيبي.